غرفة تعالجكم من غير ما تتكلم وبصمت. بلحظات معينة ما نحتاج أحد يكلمنا ولا ينصحنا ولا حتى نبي المواساة، بس نحتاج مكان يحتضننا ويريحنا ويحتوينا وينزل عنا الثقل اللي حاسين فيه وما حد يدري عنه. الغرفة اللي نسكن فيها ممكن هي تسكننا من جديد، واليوم راح أقول لكم شلون تصممون الغرفة اللي مو بس ترتبون فيها أغراضكم، ترتبون فيها نفسكم. خلكم معي. مرحبا، أنا أنفال العبيدلي، مالكة شركة أستيتيك ديزاين لتصميم الديكورات الداخلية. وبمتابعة فيديوهاتي راح أساعدكم على حل مشكلاتكم في التصميم الداخلي، وأنا أضمن لكم أنكم توصلون لأفضل نتيجة ممكنة. أحيانا نمر بمرحلة ما نقدر نشرح فيها حتى شعورنا، بس المكان اللي حولنا يقدر يضمنا ويفهمنا ويحتضننا من جديد. الغرفة مو بس جدران وأثاث، ممكن تكون علاجنا الأول وبصمت. طيب شلون نصمم الغرفة تعالجنا نفسيا بصمت حتى لو ما قلنا ولا كلمة ولا شرحنا؟ خلونا نبلش بأول النقاط المهمة في تصميم الغرفة اللي تعالجنا من غير ما نتكلم. لما نبلش بشيء اسمه السلام البصري، معناته الألوان، والهدف منها أن الألوان تهدي وتوازن وتطبطب من غير ما تلمس. خلونا نستخدم الدرجات الناعمة: الأزرق السماوي، الأخضر الزيتوني، البيج الفاتح، وممكن ندخل الدرجات الفاتحة من البني. نتجنب فيها الألوان الحادة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، لأنها ألوان ممكن تسبب توتر خصوصا لهذه الحالات. نختار لون مميز من الألوان اللي ذكرتها لكم: الأزرق السماوي أو الأخضر الزيتوني أو حتى البيج أو درجات البني. نخليه هو طاغي على الغرفة، وندخل خامات طبيعية داخل الغرفة: خشب، كتان، نباتات، بحيث أنها تسوي تواصل ما بين المكان والطبيعة. الإضاءة بهالحالات لازم تكون صديقتكم. ضروري إن الإضاءة ما تكون مزعجة، والهدف من هالشيء إن الإضاءة تخفف من الحمل الحسي وتريح النظر والعقل. وأفضل بهالحالات إن نستخدم الإضاءات الطبقية، شرحتها بهالفيديو، تقدرون ترجعون له وتستفيدون منه. تكون من الدرجات الدافية اللي تكون من 2700 كالفن إلى 3000 كحد أقصى داخل الغرفة. ولا ننسى أهمية الإضاءة الطبيعية. ضروري تكون الإضاءة الطبيعية نافذة لداخل الغرفة، بحيث أنها تربط ما بين الطبيعة والغرفة وتدخل إضاءة الشمس، لأن إضاءة الشمس جدا مريحة لمثل هذه الحالات الصعبة. ضروري تتنفسون نفسكم. المساحة الفارغة تساوي تنفس نفسك. الهدف من هذه المعادلة البسيطة إن ما نحشر الغرفة، وكل زاوية فيها ضروري يكون عندي فيها مكان للهدوء. كل فراغ هو الهدوء اللي أحتاجه. بهالمعادلة أبي أبين لكم إن ضروري ما نزحم الغرفة، ولابد من مكان للهدوء. يعني نخصص فراغ من الغرفة، زاوية نخليها لسلامنا النفسي. ونحقق هالشيء باختيار عدد قليل من القطع، ونختار الأثاث البسيط والمريح بأطراف ناعمة ومنخفضة. يعني بهالطريقة ممكن نميل للستايل الياباني أو الاسكندنافي، هو أكثر شيء راح يكون مريح لما تكون حالتنا النفسية صعبة. وهذا مو معناته أن لما تكون حالتنا النفسية صعبة نروح نبدل الأثاث. من الأفضل لما نختار الأثاث نختار الشيء المريح واللي يناسبنا، خصوصا إذا احنا على علم أن عندنا مشاكل نفسية. ضروري جدا يكون عندكم كورنر خاص فيكم، تبي تحطون فيه وسادة أرضية أو ممكن تحطون كرسي هزاز، المهم الزاوية هذه خاصة فيكم. بهالطريقة لقيتوا مكان للسلام النفسي داخل الغرفة. بعد الخامات الطبيعية تلامسكم نفسيا، فضروري نختار الخامات المميزة اللي احنا نرتاح لها وندخلها في ديكور الغرفة: كتان، قطن، صوف، خشب طبيعي. وضروري يكون كل شيء غير لامع وغير عاكس، لأن الأسطح اللامعة تسبب توتر مع الوقت. خلونا نتحاشى الأسطح اللامعة أفضل. السجادة خلوها بملمس لطيف، ونستخدم بطانية ناعمة مريحة، وضروري نحطها عند الكرسي اللي خصصناه بزاويتنا اللي بنرتاح فيها. أما الحين بقول لكم نقطة جدا مهمة، وهي الأصوات. وضروري إنها تكون خفيفة وتراعي الصمت، والهدف منها تخفيف الضوضاء الخارجية وتعزيز السلام الداخلي. والناس اللي عندهم مشاكل نفسية تأكدوا إنه مو بس الضوضاء الخارجية اللي يسمعونها، في ضوضاء داخل. فضروري جدا يتعاملون على أساس هالشيء، ويحمون نفسهم ويوصلون نفسهم إلى السلام الداخلي عن طريق النقاط التالية: سجاد يخفف صوت الصدى، نوافذ وأبواب عازلة للصوت. وممكن نستخدم التكنولوجيا بحيث أن تشغل لنا أصوات موسيقية مريحة داخل الغرفة.
آخر شي حابة أقول لكم يا تفاصيلكم انتوا إيه هي اللي تأثر فيكم داخل غرفكم. خلوا الغرفة تعكس شخصيتكم، ومع هذا طلبي الوحيد إن تعكس شخصيتكم بلطف، والهدف منها إن تحسون إن المكان يحتضنكم مو يضغط عليكم. فممكن من رأيي تستخدمون اقتباس تعلقونه تحبونه، أو لوحة خاصة فيكم وايد تحبونها. حتى لو كان عندكم كتاب مفضل ضروري تخلونه واضح لرؤيتكم على طاولة بزاوية أو الطاولة بجانب السرير. ولازم تراعون أن المرآة اللي تكون موجودة داخل الغرفة ما تكون عاكسة بشكل مباشر على أعينكم، بحيث أن أنتم ما تحسون بالانزعاج. ضروري تستخدمون المعطرات والشموع بحيث أنها تساعدكم على تهدئة أنفسكم. لا تنسون النباتات والورود تضيفونها بحيث أنها تعطي لمسة جدا جميلة داخل الغرفة. أما إذا كنتوا أصحاب الهوايات فخلوا لكم زاوية مبتكرة حق الهواية إذا كانت الهواية ما فيها عدة وايد. الترتيب يساوي الطمأنينة، يعني كل شيء بمكانه. بالنسبة للتخزين يفضل أن نستخدم الخزائن المخفية بحيث أنها ما تسبب تكدس بالأغراض الموجودة داخل الغرفة وتسبب أذى بصري مع الوقت. ممكن نستخدم سلال للتخزين، أو ممكن نستخدم أدراج مخفية، أو حتى نستخدم التخزين تحت السرير أو تحت الصوفة. يعني من الآخر خلوا الأسطح اللي عندكم فاضية سموث ما فيها أي شيء إلا الديكورات اللي حابين إنها تكون أمامكم طول الوقت، مثلا فريمات فيها صور أو شموع أو حتى نباتات. حتى شاحن التليفون خلون له مكانه الخاص. لما يكون الشيء كله مرتب مع الوقت راح تحسون إن المكان جدا مريح غير فوضوي، يدخلكم بالسلام الداخلي على طول. مجرد ما أنتم تدخلون الغرفة تحسون الغرفة احتضنتكم. بهذه الطريقة راح تلقون إن الغرفة هي ملجأكم الوحيد اللي يفهمكم ويعالجكم، ولكن بصمت. والخلاصة تقول إن الغرفة اللي يومياً أنتوا فيها ممكن تكون مصدر تعب أو مصدر راحة واستشفاء. صمموها بطريقة تريحكم وتطمنكم وتخليكم تتنفسون وأنتوا مرتاحين. والأهم إنه يكون عندكم وعي وقناعة إنكم تستحقون هذا المكان وتستحقون هذه الراحة. هذا أهم شيء، بدون ما تشرحون نفسكم لأحد. خلكم بغرفكم وأنتوا مرتاحين. لا تنسون تتابعون فيديوهات شهر 5 اللي كلها تصاميم بوعي وحب. باي.